جدعان في ايه؟ في الناس دي كلها والحوارات ديت وايه اللي حصل؟ تعال ما نشوف كده ايه الكلام على ايه. معاكم مصطفى من قناة بلاك سانتا ودي الويكي سانتا. لما نشوف كده واحدة واحدة اليوم ده أصلا جه منين؟ في أمريكا في القرن ال19 سنة 1869 بالتحديد كان حصل أزمة اقتصادية مبهدلة الدنيا ومفيش حاجة بتتباع والبضائع كانت هتخلل عند الناس. نعمل إيه كده، حبة متاجر من حبة شوارع كده جمعوا بعض وعملوا حركة كده بحيث اللي هم يرجعوا السوق تاني ويبدأوا يبيعوا حبة تخفيضات كده عشان الحاجة تتباع، أصل الحاجة كده هتبوظ والاقتصاد هيقع. اعمل بقى أقل تخفيضات بأقل خسائر، كده كده أصلا البضاعة ميتة عندك. ان شاء الله لو تكسب جنيه انت كده كده في السليم. نزل بقى لحد 90% لمدة يوم واحد وترجع تاني في اليوم اللي بعديه. هي دي بقى العروض اللي بجد حرفيا كانت بتقفل امريكا هناك العروض دي. هل عشان كده سموها الجمعة السوداء او البلاك فرايداي؟ يعني لا، اتسمت كده سنة 1960 بعدها ب 100 سنة تقريبا، وطلع لنا اسطورة بقى الجمعة السوداء. ويا ترى بقى اتسمت كده ليه؟ دول صهاينة، دي مؤامرة ماسونية يا عم، دول كفار. هدي يا ابو الشباب، الحوار ما طلعش كده اصلا، ولا في نظرية تشاؤم ولا السواد عموما يعني كزي ما انت شايف. اصل التسميه طالعه ليه حوارات تانية اصلا، والنظريه الاولى بتقول انها طلعت من ضباط مدينه فيلادلفيا بسبب الزحمه. ايه يا عم الزحمه دي كلها؟ ده كان يوم اسود. بقول لك ايه، حرفيا كانت مدعكه وهرس طرق بقى، واشارات المرور كلها كانت مكبوسه، طوابير المحلات كانت بتقفل الشوارع طول اليوم، لان حرفيا ده يوم واحد و24 ساعه، فانت مفيش مفر، لازم تلحق لك حاجه اليوم ده. وطبعا ساعتها الضباط بيصحوا من سواد الليل اساسا يعني عشان يفضلوا مأمنين الطرق، عشان الناس بتبدأ تنزل من بدري جدا. وقال لك الجمعة السوداء تنازما للسواد اللي بيحصل في الشارع يعني والزحمة وكده، بس مش أكتر. ولا تقول لي ريد بول ولا ستينج يا عم، مشروب جامد الصراحة بس مش هقول لك إيه هو. والنظرية التانية بتقول إن كل المحلات اللي كانت هناك بيبقى ليها حبرين، والحبر اللي كان بيكتب الخسائر والحاجات اللي بتقع من المحلات كان بيبقى لونه أحمر، والحبر اللي كان بيكتب المكاسب والأرباح كان بيبقى الحبر الأسود. فتسمى برضه الجمعة السوداء تناسبا مع الحبر الأسود بقى، وكده حاجة بيحبوها أصلا يعني يتمنوا يكتبوا بها طول العمر، مش حاجة بيكرهوها خالص أو حاجة للتشاؤم وكده زي ما أنت فاهم. وحرفيا اليوم دوت الدفاتر كلها بتتملي حبر اسود لصباح الارباح يعني. وميعاده بقى بالتحديد بعد عيد الشكر في امريكا، بيبقى في اخر جمعه في شهر نوفمبر. يعني مثلا في 2015 كان 27 نوفمبر و2016 كان 25 نوفمبر، فملهوش يوم محدد قوي يعني، كل سنه بيتغير على حسب التوقيت. ودخل بقى في الاسواق الالكترونيه بدايه من 2014، الحوار بقى بيجيب ارباح، يلا بينا نخش. وكان اشهر المتاجر ساعتها كان امازون، وهنا من ناحيه العرب دخل بقى فيها سوق دوت كوم، اللي ساعتها كان سوق دوت كوم ودلوقتي برضه بقى امازون، وجوميا بقى والشله ديت كلها. وغيروه هنا بقى وخلوه الجمعه البيضاء تناسبا طبعا مع يوم الجمعه الاعظم بتاعنا، يوم الخير والبركه يعني وكده، فما كانش ينفع يتقال عليه اللون الاسود والحاجات دي. وتلون كمان اكتر من لون كده، اللي قالك الجمعه الخضراء والجمعه الذهبيه وهكذا يعني، كل واحد بيلون على مزاجه. بس المهم قليل قوي اللي يقولك عليه الجمعه السوداء. ومن هنا يا ساده بقى نخش في الجزء الوحش اللي في الفيديو، واللي نقلنا من عاده غربيه لعاده عربيه، وده بقى الوحش هنا. واللي حصل بجد النصب فيها زاد بغباء قوي، واللي يقول لك الشهر كله بلاك فرايداي، واللي يعمل العرض مثلا على الاربع جمعة كلهم. ومن هنا بقى بيبدأ النصب والعروض الوهمية. وقبل ما اتكلم كده اوريكم مثال سريع. زي ما انتوا شايفين هنا مثلا عندك المحفظة ديت، انا طبعا مقرب الكاميرا عشان ما اجيبش اسم الموقع. عندك المحفظة ديت كاتب لك ايه، عرض البلاك فرايداي ب 212 بدلا من 600 جنيه، يعني تخفيض 65%. لما نيجي بقى نستعمله موقع كان بكام، كل اللي عليك تعمله هتاخد رابط المنتج اللي انت حطيته وهيتحط على كان بكام. هتيجي مثلا تبص هنا، هيجي يجيب لك السعر 212. تمام، هيجي بص السعر هنا يوم 23/10 السعر كان 225، يوم 4/11 السعر بقى 212. وتيجي تبص بقى هنا، المنتج من ساعة ما اتحط من شهر 3 المنتج أصلا ما وصلش 600 جنيه. طبعا زي ما انت شايف هنا 212 بدل 600 جنيه، فباينة جدا ان عرض وهمي. وطبعا اي حد عادي هيشوف عرض زي كده هيطلع يجري عليه يطير، ده حاجة ياما انت تخفيض 60%، انت بتتكلم في ايه؟ وزي ما وريتك هنا هتستعمل موقع كان بكام ممكن يساعدك في الحاجات ديت عشان تعرف التخفيض ده حقيقي ولا لا. هتاخد رابط اي منتج وهتحطه في شريط البحث بتاع الموقع ايا كان سوق من الاسواق الالكترونيه اللي انت بتستعملها. خلي بالكوا يا جدعان واحسبوها صح قبل ما تشتري اي حاجه، والاحسن كمان انك تبقى مراقب المنتج قبلها بفتره، فلازم تبقى عارف سعر المنتج بجد عشان ما يتنصبش عليك، وتبقى عارف انت بتشتري ايه وبعقل وبحكمه عشان ما تتسوحش باقي الشهر. وحوارات بقى التقسيط بقى والديون والشغله ديت انتوا عارفين. وبالنسبة للأسعار اللي بره مصر هتشوف عروض حقيقية وعروض كويسة جدا كمان،
برضه ما تشتريهاش، لان زي ما انت عارف دلوقتي اصلا الاستيراد واقف وانت ما بتجيبهاش من المحل اللي وراك، انت اساسا عبال ما تجيلك بقى وجمارك وشحن وكده هتدفع اصلا اضعاف سعرها، فبرضه هتضيع فلوس على الفاضي. فوالله انا ما مضايقني اكتر من ان احنا ناخد عاده من الغرب ونيجي كمان نبوظها، نحط لك عليها حبه تحابيش مصريه على حبه نصب على حبه سرقه، ونطلع لك احلى منتج مصري. فبجد يا جدعان خلي بالكم وربنا يحفظنا كلنا ونستخدم اليوم ده بعقل يا ريت. مش بقول لك ما تشتريش او كله بينصب، لا يعني والله في ناس كتير قوي بتدي تخفيضات حلوه وتبقى كويسه وحقيقيه كمان، وانا بنفسي هاجي اقول لك اشتريها، بس نشغل دماغنا شويه ونرمي العاطفه على جنب دلوقتي. قول لي انت كمان ايه رايك في اليوم دوت، ولو ليك تجارب كمان مع البلاك فرايداي تقدر تحكيها لنا تحت في الكومنتات. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك وسبسكرايب من تحت، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو في اي حاجه كمان عايز نتكلم فيها معينه اكتبها لي برضو تحت في الكومنتات، بشوف كل الكومنتات اكيد. ومع السلامه.